تعال احكي لك قصه صغيره كده. لما كنت قدك في جريد 11، الكلام ده في سنه 2012، يعني متخيل الوقت قد ايه. المهم يعني لما كنت قدك دخلت ترايل السات بتاعت ديسمبر 2012. تمام. ولقيت باسج ساينس، كنت محضر كويس جدا، عايز اقول لك كنت مذاكر كويس جدا للامتحان. دخلت لقيت باسج ساينس بتتكلم عن رجل الديناصور بتتحرك ازاي. لسه فاكر لحد دلوقتي، وهو بيقول لك في الباسج بتاعت الريدنج ان والله والديناصور بيرفع رجله، فصباعه مش فاكر which of the toes بتاعت الرجل بتتحرك ازاي لما يرفع رجله، وهو بينزل بقى التو ده بينزل عشان يثبته على الارض. يعني متخيل، انا فاكر بعد 12 سنه الكلام ده جاب لي تروما يعني. المهم، انا ليه بدي الاكزامبل ده؟ انه ممكن انت تذاكر كويس جدا ويجي لك باسج متخلف زي ده في الامتحان، عشان افهمك انه اللي عامل 12 محاوله على مدار جريد 11 وجريد 12، يعني 6 في 11 6 في 12، فاهم كويس قوي هو عامل ايه. هو فاهم كويس قوي ان انت ده امتحان بتاع سكيلز، فممكن ما تبقاش you honed all of your skills كويس قبل الفيرست ترايل. هو فاهم ده كويس، وفاهم ان ده امتحان فيه للاسف an element of randomness. ممكن تكون مجهز كويس جدا ويجي لك حاجه في الامتحان صعب، وليكن مثلا الماث صعب. ممكن تبقى مجهز نص نص وتخش ترايل زي الترايل اللي فاتت دي، تلاقي ان هو في الامتحان كله جاب 6 اسئله باراجراف اديتنج بس، رقم قليل قوي. ممكن تخش ترايل زي بتاعت شهر جانوري EST اللي فاتت، وتلاقي ان جالك 11 سؤال فوكابلري. الشاهد في الموضوع، قصدي اقول لك الموضوع فيه جزء بيعتمد عليك، وجزء ده بتاع التست ميكر وبتاع ربنا عز وجل اولا واخرا. فمش عايزك تكون perfectionist، ما حدش يفهمني غلط ويفهم ان كلامي معناه ما تحضرش كويس الامتحان. لا، انت يعني الناس اللي معانا في الكورس اصلا عارفه انه الاسبوعين اللي باقيين على الاكزام دول، احنا اصلا الاسبوع ده عندنا كل يوم حصه، ويوم الحد لو انا فاكر صح، ويوم الحد والجمعه، الحد والجمعه عندنا اصلا حصه الصبح وحصه بالليل. يعني انت بتحضر كأن مفيش اكزام تاني انت داخله. بس عايزك في نفس الوقت تفهم حاجه، ان يوم ما تحط راسك ليله الامتحان، لما تحط راسك على المخده وجاي تنام، انت عملت كل اللي عليك، وده اللي انت بتشتغل عليه. مالكش دعوه الاكزام هيجي ازاي، دي مش في ايدك. لكن اللي في ايدك انك من دلوقتي الاسبوعين الباقيين لحد الاكزام تعمل كل اللي تقدر عليه، جيب اخرك. فاهمين الفكره؟ عشان تبقى فاهم انه والله regardless of ايه اللي هيحصل in the exam، regardless الرو سكور والتصحيح المره دي هيبقى عامل ازاي، regardless صعوبه الامتحان نفسه، يمكن يطلع سهل قوي يمكن ما يطلعش سهل، تبقى فاهم انك عملت كل حاجه تقدر تعملها، وسيب الباقي على ربنا عز وجل. لكن الاسبوعين دول تشد حيلك قدر الامكان. معلش، مش ده الوقت اللي ترتاح فيه، ولا ده الوقت اللي تقول انا ما نمتش كتير. لا يا باشا، الاسبوعين دول الله يكرمك اعمل كل اللي تقدر عليه. ليله الامتحان دي بقى اللي تنام خلاص، حط راسك على المخده، روح امتحن الامتحان وانت عارف انك عملت كل حاجه تقدر عليها، وسيب الباقي على ربنا عز وجل. بالتوفيق يا شباب. ان شاء الله هتلاقوا طبعا على اليوتيوب هينزل لايفز كتيره باذن الله الاسبوعين دول، فيها اكسبلانيشن لبعض الليسنز وحاجات زي كده، يا ريت نبقى نشوفها. واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.